موسم الزيتون طول عمري بخلله كده وهو سليم، لا بشق بقى الزيتونه ولا تكسريها ولا اي حاجه. بصوا ده كده حبه من اللي انا مخللاهم من سنه، بيفضل عندي سنه وكمان، بقاله دلوقتي حوالي سنه وثلاث شهور عندي. الزيتونه زي ما هي جميله ومقرمشه ومقفوله وزي العسل، ولا يطرى منك ولا اي حاجه. بصوا شويه زيتون تفاحي سكر، خزني بقى بطريقتي، هتدعي لي كده طول السنه. معايا بقى هنا 4 كيلو من الزيتون التفاحي، دول 4 كيلو من الزيتون التفاحي، وهقول لك الكيلو الزيتون هياخد ايه. انا جبت 4 كده، بعملوا مع عندي بقى كده برطمانات واسيبهم كده وارميهم بقى ايه طول السنه، سنه ونص، يفضلوا عندي كده زي الفل، بيزيد حلاوه. هاخدهم بقى اشطفهم شطفه حلوه. تعالوا بقى ايه، شطفتهم كويس جدا. معايا هنا ربع كيلو من الشطه الحمراء، انا فرماها في الكبه او الهريسه، ومعايا زيهم ربع كيلو من الجزر انا بشراه، ومعايا حزمه واحده من الكرفس. موجود الكرفس تمام، مش موجود برضو مش مشكله، عادي مش هنقف عليه. انا هاخد بس الورق بتاع الكرفس، وشطفت ايه الورق بس كويس جدا، وخرطته كده بالمقص فوق الايه الجزر. يبقى ربع جزر، ربع شطه حمراء فرماها كده في الكبه، وحزمه واحده من الورق بتاع الكرفس. ومعايا برضو هنا حوالي ربع كيلو من الشطه برضو اللي هي قرون دي، هحطها كده في قاع البرطمانات من تحت، بتبقى زي العسل. مش عايزه تحطي حاجه مفيش مشكله، بس انا كان عندي يعني الشطه قلت احطهم ايه حبه كده تحت في قاع الايه البرطمان، سواء خضراء او حمراء. هنا بقى ايه، اجيب الزيتون كده غسلته كويس جدا، جبت بقى طبق بلاستيك كده عشان اعرف اقلب فيه ايه الحاجات كلها بالخلطه، وننزل عليه بالربع كيلو شطه اللي انا عملته في الكبه فرمته، مش حاطه فيه اي حاجه، شطه بس. وبرده الجزر اللي انا بشراه، وربطه الايه الكرفس، واخده الورق بتاعها. بس كده هقلب كل ده كده مع بعضه في الخلطه، كده معايا زي الفل. بالنسبه للشطه انا بس فرماها في الكبه، ما فيهاش اي مكونات ولا اي توم ولا اي حاجه. عندك هريسه مفيش مشكله، هتاخدي برضو 3 معالق كبار كده ولا 4. كده معايا زي العسل، انا لا شقاه ولا فتحاه ولا دقاه ولا اي حاجه، الزيتونه زي ما هي سليمه. تعالوا بقى نعمل المحلول الملحي بتاعه، بتاع المخلل الزيتون. معيار المحلول بتاع الكيلو الواحد 4 كوبايات ميه دافيه، نص كوبايه خل، نص كوبايه ميه ليمون، نص كوبايه ملح، معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره شطه. اهم حاجه الميه تكون مغليه، وسيبيها تبرد تماما، تبرد خالص. يبقى كده المعيار بتاع الكيلو الزيتون 4 اكواب ميه دافيه، نص كوبايه ملح، نص كوبايه ميه ليمون، نص كوبايه خل، معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره شطه. وهقلب كل ده كويس جدا. معايا بقى البرطمانات، انا غسلاها كويس جدا بميه سخنه، وسبتها تنشف تماما، ونشفتها تاني بمناديل قدامكم، يعني معايا كده متعقمه وناشفه وزي الفل. القرون الشطه اللي انا خرطتها كده، قسمت القرن كده 2، هحطهم كده في قاع البرطمان من تحت. عايزه اقول لكم ميه الليمون اللي انا اخدتها القشر بتاعها انا ركناه سايباها اعمل بيه حاجه حلوه قوي. وهنا بقى اعبي كده الزيتون، اكبس بقى كده البرطمان بالشكل ده. معاه بقى قشر الليمون اهو اللي انا اخدت منه الميه بتاعته في قلب المحلول الملحي. بتعملي بيه يا اسماء؟ بغطي بيه بقى البرطمان من فوق كده. عايزه اقول لكم القشر الليمون ده بيتخلل وبيبقى زي العسل، وفي نفس الوقت كمان بيحافظ على الزيتون والبرطمان من العفونه. بصوا بكبس كده بيه، ومعايا فصين 2 توم صحاح زي ما هما، بحطهم كده على الوش من فوق، وشويه بقى ايه زيت زيتون، معلقتين كده زيت زيتون على الوش كده. واقفل بقى البرطمان بتاعي بكيس كده نضيف، واقفل الغطا كويس جدا، اقفله وهيتركن بقى. اهم حاجه تقفليه كويس جدا. زيت الزيتون مع قشر الليمون مع فصين الثوم بيحافظ على البرطمان والزيتون، وبيبقى زي السكر بيزيد حلاوه. نفس النظام برضو شويه قرون شطه كده في قاع البرطمان من تحت، وعليهم الزيتون بتاعنا بالخلطه بتاعته القمر دي، وفوق كده القشر الليمون وفصين الثوم ومعلقتين زيت زيتون، واقفل البرطمان بتاعي. هتقولوا في حياتنا يا اسماء ما دقنا ولا اكلنا مخلل الزيتون بالحلاوه دي. اهم حاجه بصوا بنشف البرطمان، بتاكد من كل حاجه عشان العفونه وعشان اي حاجه، واكبسه كويس جدا واقفله. خلصنا كده.
شويه الزيتون المتخللين القمر دول بتوع السنه اللي فاتت، من سنه وشهرين او 3 شهور كمان كان عندي. اللهم بارك. يلا بقى جربي كده، احنا في موسم الزيتون، خليليه بقى كده واعمليه على رمضان الجاي ان شاء الله، تفتحي بقى عليه هتلاقيه كده بصوا زي السكر. يا رب الفيديو يكون عجبكم. سايبه لكم برده المقادير بتاعه معيار الكيلو زي ما هو سليم اهو، ولا شقاه ولا اي حاجه، هي مرر يا اسماء ولا اي حاجه من ده خالص. جربيه وعلى ضمانتي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.